السلام عليكم اخواني اخواتي. اليوم غادي نعاود لكم واحد القصه اللي بكات الصغير والكبير. قصه كتحكي على الشهامه، الرجوله والتضحيه في ابهى صورها. هادشي اللي وقع بالضبط ليلة الأمس في منطقة راس الماء ماشي مجرد حادث غرق عادي، بل هو ملحمة ديال بطل مغربي حقيقي خلى سميته محفورة في قلوب المغاربة كاملين. خليكم معايا إخواني أخواتي باش تعرفوا شنو وقع بالضبط، وكيفاش واحد المجهود ديال دقائق قلب حياة عائلات وبدل قدر شابة كانت كتشوف الموت بين عينيها. إخواني أخواتي، الحكاية بدات بسيطة. كيف اي رحله استجمام، خمسه ديال الشباب من مدينه جراده، جوج دراري وثلاثه ديال البنات، قرروا يمشيو يبردوا على قلبهم ويستمتعوا بالبحر حدا الميناء ديال راس الماء. النشاط والضحك كان هو العنوان بطبيعه الحال، حتى لواحد اللحظه اللي غفلات فيها الاقدار. واحد البنت مسكينه اللي عندها 19 سنه كانت واقفه فوق الصخور، بغات غير توثق اللحظه بصوره تذكاريه، ولكن في رمشه عين زلقات لها الرجل ديالها وطاحت وسط الامواج الهائجه. البحر في ذاك النهار ما كانش كيرحم، والتيارات كانت قويه بزاف، والضحك تحول لغوات ورعب حقيقي. في هاد اللحظه اخواني اخواتي ديال الخوف، فين كل واحد كيولي يفكر غير في راسو، ظهر المعدن الحقيقي ديال ولاد جرادة الاحرار، شاب رشيد الدعيوي اللي هو في الاصل عنصر من الوقايه المدنيه بجرادة. كان تماك واخا كان في وقت العطله ديالو، يعني السيد كان كونجي وما لابسش البدله الرسميه، ولكن روح الواجب والقسم اللي اداه بقاو ساكنين فيه. اخواني اخواتي، رشيد ما فكرش جوج ديال المرات، ما خافش من هيجان البحر ولا حراسو وسط الامواج العاتيه باش ينقذ هاد الشاب. تخيلوا معايا بنادم كيهرب من الموت وهو كيجري لعنده وما عندوش المشكل غير باش يعتق روح ما كيعرفها ما كتعرفوا. يعني اخواني اخواتي، قمه النوبل عند هذا السيد. البحر كان صعيب بزاف والموج كيدفع بكل قوه. الناس اللي تماك بادروا ومدوا حبل باش يعاونوهم. رشيد دار مجهود خرافي، تقاتل مع الموج وعطاه كاع الجهد ديالو اللي كان عنده حتى قدر يوصل او يوصل البنت لهذاك الحبل ويخرجها لبر الامان بمساعده الناس. البنت نجات والكل بدا كيتنفس الصعداء، ولكن الفرحه ما كملاتش اخواني اخواتي. رشيد من بعد ما استنزف كاع القوه ديالو البدنيه، العضلات ديالو خانوه قدام غدر التيار البحري اللي كان قوي في مشهد كيقطع القلب. الامواج جرفات البطل للداخل واختفى وسط المياه الزرقاء اللي تحولت في لحظه لمقبره باردة. من بعد الحادث إخواني أخواتي، المنطقة تحولت لخلية نحل. زملاء المهنة ديال رشيد في الوقاية المدنية جاو بسرعة، ولكن هاد المرة جاو يقلبوا على واحد منهم، على بطل شرف البدلة حتى هو خارج الخدمه. وهذا الشيء اللي خلاه غصه في القلب ديالهم. ساعات طويله من تمشيط، غطاسين وزوارق كيسابقوا الزمن، والقلوب ديال العائله ديالو في جراده كانت معلقه بخيط امل ضعيف. الصوره ديال رشيد وهو مبتسم بقات هي العزاء الوحيد لينا كاملين. كيفكرنا باللي الابطال كيمشيو ديما هكا هادئين وصادقين اخواني اخوتي، وهذا الشيء هو اللي كان صعيب. قصه رشيد بطبيعه الحال هي درس في التضحيه والوفاء. هاد الشابه اللي تنقدات غادي تعيش طول عمرها وهي عارفه باللي كاين واحد البطل وهبها الحياه ديالو. انا لله وانا اليه راجعون. الموت علينا حق، ولكن الموت في سبيل انقاذ الغير هي قمه الشهامه. نتمناو هاد القصه تكون عبره لينا كاملين باش نردوا البال في البحر. وتحيه تقدير لرجال الوقايه المدنيه اللي كيواجهوا الموت كل نهار. وما تنساوش ترحموا عليه في التعليقات وبارطاجيو هاد القصه باش تبقى ذكرى هاد البطل حيا. نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.